السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى متابعين معنا النهاردة مع مسلسل قواعد السجن. تخيل كده لاعب بيسبول مشهور على وشك إنه يسافر ويحترف في الولايات المتحدة وفجأة يتحول لمجرم ويتحكم عليه بالسجن، وده مختصر حكاية بطل مسلسلنا كيم جي هيوك. فتعالوا بينا نشوف ده حصل إزاي. الكل كان مستني يعرف الحكم في قضية كيم جي هيوك بعد اللي عمله مع المجرم اللي حاول يعتدي على أخته سو وخلاه في حالة حرجة، وكان الإعلام متوقع إنه يتحكم عليه بالإفراج تحت حراسة مشددة لأنها حالة دفاع عن النفس، والمحاكمة بتاعته كان فاضل لها يوم واحد بس. ويوم المحاكمة نزل كيم جي ركب العربية مع السيد ريو علشان يوصلوا للمحكمة، وفضل يتكلم معاه طول الطريق، واتفقوا إنهم يتقابلوا مع رئيس النادي بعد المحكمة لأنهم كانوا ضامنين إن الحكم هيبقى لصالحهم، وحتى الناس كلها كانت بتدعمه وبقوا يسمعوا أغنية دعم ليه. لكن القاضي صدم الكل وحكم على كيم جي بالسجن لمدة سنة بتهمة المبالغة في الدفاع عن النفس، واترحل على السجن على طول. وهو في عربية الترحيلات اتعرف على واحد من المساجين اللي راكبين معاه وحاول يتصاحب عليه، بس كيم جي كان مصدوم من اللي جراله، ما كانش ليه نفس يكلم حد. وبعد وقت قصير وصلت العربية لمبنى السجن، فقعد كيم جي على جنب هادي. اما الباقيين فكانوا مجرمين وعمالين يتخانقوا، فجاله المسجون سونج وعرفوا على نظام السجن، وكان باين عليه انه خبرة وعارف كل حاجة، وكل الضباط كانوا معجبين بكيم جي فتعاملوا معاه باحترام. وحظه خلى سونج معاه في نفس الزنزانة، ورئيس الزنزانة هو البروفيسور ميونج، وطلب منهم يعرفوا نفسهم، وبرضه تعاملوا معاه باحترام وطبقوا عليهم قوانين السجن، وهو انهم بيجرحوا اي حد جديد ويشربوا من دمه علشان يبقوا كلهم عيلة واحدة وولائهم لبعض. واول ليلة دي كانت اسوأ ليلة تعدي على كيم جي، وفضل صاحي طول الليل لحد ما طلع النهار، وقعد فطر معاهم. وجاله المحامي السيد ريو وقال له انه هيقدم طلب بالنقض على الحكم، وهيتكلم كمان مع مدير السجن علشان ينقلوا زنزانة لوحده بعيد عن المجرمين والمحتلين. وبعدها بشوية جت والدته زارته واطمنت عليه، وكان معاها خطيبته جيهو، فقال لها الحقيقة، وهي قالت له انه لازم يقول لوالدتهم انهم منفصلين علشان ما تجبرهاش انها تزوره تاني. واتخانقوا شوية لحد ميعاد الزيارة ما خلص، ورجع كيم جي تاني للزنزانة بتاعته، وما كانش عارف ينسجم مع الوضع خالص. وحكى له سونج عن عيلته، وكانت قصته مأساوية جدا، ومع ان مرت عليه ايام بس برضه ما كانش بينام. وفي يوم صحي زميله في الزنزانة نورس وبدون اي مقدمات ضربه بالقلم مع انه ما عملوش اي حاجة، وقال له يتكلم باحترام مع نجم زيه. واتلم الضباط على صوتهم، ورئيس الضباط سأله إن كان فعلا ضربه، وقال له كيم جي إنه فعلا ضربه. فأمر الرئيس الحارس إنه ياخد نورس للعيادة لأنه كان مجروح، وأخد كيم جي معاه بره الزنزانة وقعدوا معاه في مكتبه. وبالرغم من اللي كيم جي عمله، بس الرئيس اتعامل معاه بطريقة كويسة جدا، وحتى قدم له عصير واداله رقم وطلب منه يحول عليه 10 مليون وون علشان يعامله كويس ويبقى مميز عن الكل. وحط له الرقم في جيبه وطلب منه يعمل كده بسرعة قبل ما حد يشوفهم. بس دخل المكتب الشرطي جون، فخاف الرئيس واتحجج إنه ورا حاجات، وخرج وسابهم مع بعض. وطلع جون صديق كيم جي القديم، وكان بقالهم فترة ما شافوش بعض، واعتذر له جون إن ما كانش في استقباله لأنه كان بيوصل مسجون للمستشفى. وافتكروا اللي حصل سنة 2005 في ماتش البيسبول اللي كسبوه، وكان كيم جي وجون أصدقاء وبيلعبوا مع بعض في نفس الفريق، فريق كانجو، وكانوا كأنهم إخوات توأم عايشين مع بعض في نفس البيت، واحتفلوا بالفوز. وكان جون محترف أكتر من كيم جي، وجاله عرض لعب في فريق تاني، وكان جون أهم حاجة في حياته هي التدريب، ومدربهم هو والد جيهو، وحينقلهم للعب في الدوري المحترف في مدينة سيول. وأول ما اتحرك بالعربية سمعوا عن حادثة بشعة في طريقه ونام اللي هيمشوا منه، وللأسف هم كمان عملوا حادثة ومات المدرب في موقع الحادثة. وجون وكيم جي تعرضوا لإصابات خطيرة واتنقلوا للمستشفى، وكانت حالتهم حرجة جدا. والخطر في الموضوع ان الإصابات كانت في ايديهم، فقرر جون انه يعتزل لعبة البيسبول ورفض انه يعمل اي عمليات ورجع للبيت، على عكس كيم جي اللي قرر يحارب لاخر لحظة ويتعالج لحد ما يتحسن. ولما راحت زوجة المدرب تطمن عليه قال لها انه موافق انه يتحسن بالبطء زي ما هو بطيء في كل حاجة، وضحك وهزر وكده. ففرحت به وقالت له انه لو كان استسلم كان اكيد المدرب والد جيهو زمانه بيلوم نفسه. وفاقوا هما الاتنين من ذكرياتهم، وطلب كيم جي من جون انه يسمح له بمكالمة، فاداله جون التليفون وسابه وخرج من الأوضة. ورجع جون البيت ولقى اخوه الصغير بيسأله عن كيم جي، وسأله ليه مش قاعد في أوضة منفصلة، وقال له ان المفروض يكون فخور بصديقه النجم. ولان اخو جون كان صحفي فحاول يعرف منه اي معلومات عن الزنزانة اللي قاعد فيها، بس جون مرضاش يقول له اي حاجة. وتاني يوم لما رئيس الشرطيين جو ما لقاش كيم جي حول له المبلغ اللي طلبه منه، راح له الزنزانة وخرجه ودخله أوضة الحبس الانفرادي. فقال كيم جي انه على الأقل بقى في زنزانة لوحده، وكان نورس فرحان انه اخد حقه، بس البروفيسور كان مستغرب ان جو عاقبه تاني يوم. وكان كيم جي في الزنزانة من غير اكل لمدة طويلة لحد ما جاله جون وقدم له وجبة، وكان عارف موضوع الرشوة اللي طلبها منه جو، وقال له كان المفروض يقول له عنها، لكن كيم جي طلب منه ما يقولش، وقال له انه بيعرف يتصرف مع الاشكال دي كويس، وقال له انه اتصل بالمحامي بتاعه وفعلا خلاه يحول المبلغ ده، بس الاخت سونجي اللي كانت في المستشفى بين الحياة والموت ومحتاجة العملية مستعجلة.
فطلب منه جون ما يثقش في كلام حد تاني لأن كلهم مجرمين. وتاني يوم خرج كيمجي من الحبس الانفرادي ورجع زنزانته، وكان بياكل بشهية كبيرة، ومع إن الكل اشتكى من طعم الأكل بس هو قال إنه عاجبه جدا. وبعد شوية أخدوا جون، وكان حريص إن محدش يعرف إنهم أصدقاء، وحذروا من التعامل مع المحكوم عليهم بالإعدام. وأخدوا للزيارة، وكانت جيهو جاية تزوره وقالت له إن والدته هي اللي غصبت عليها. فقعد كيمجي حكى لها عن اللي عاشوا في الفترة القصيرة دي في السجن، فطلبت منه يستحمل لأسبوع بس على ما حكم النقض بتاعه يطلع. وبعد الزيارة أخدوا شرطة المكتب واداله رزمة ورق، وطلب منه يمضي على كل الورق علشان يوزعهم على الضباط اللي عايزين امضته. فاستغل كيمجي الموقف ده وطلب منه يقدم له كوباية قهوة. وكان كيمجي بيستغل فترة الاستراحة كل يوم في التمارين الرياضية علشان يحافظ على رشاقته. وكان اليوم ده زيارة جمعية خيرية للسجن، ودي دايما بتزور المساجين وتقدم لهم حلويات وكعك، وبتوقف المساجين تغني معاهم. ولما كيمجي حضر معاهم قعد على جنب وما كانش مشترك، فعدى مسؤول الجمعية وطلب منه يتفاعل ويغني وعلشان يحس بتحسن كبير. بس برضه كيمجي اتحرج انه يعمل كده. وعدت ايام قليلة وكان البروفيسور بيجهز نفسه للخروج، وفجأة سمعوا صراخ من الزنزانة، وكان هو نجده بيموت. وفضل الكل يصرخ في الشرطي جو علشان يتصل بالإسعاف، لكن هو وقف بمنتهى الهدوء وقال له يهدى بدل ما ينقله على الحبس الانفرادي. فخاف هو ندوجه وقام قعد كويس، وطلع كل ده كان بيمثل علشان يتنقل على المستشفى ويعيش في راحة شوية. وبعد شوية وصل السجن أخو الشرطي جون علشان يزور كيمجي، وكان لابس زي فريق البيسبول. فهزروا معاه شوية وقال له كيمجي إن ميعاد خروجه بعد يومين وممكن يخرجوا مع بعض ويقضوا مع بعض يوم بطوله. ففرح جدا أخو جو. وتاني يوم راحت الجمعية الخيرية تزورهم تاني في السجن، والمرة دي كانوا جايبين معاهم آلات موسيقية وفرقة غنائية كمان. وبعد اللي حصل مع نورس ما كانش قادر ينسى حقه، وطلب من موزع الوجبات إن يجيب له سكينة من غير ما حد يشوفه. واضطر موزع الوجبات إنه يسمع كلامه لأنه كان خايف منه، اداله سكينة وسط زحمة الاحتفال من غير ما حد يشوفه. وبعد ما كله رجع لزنزانته خبى نورس السكينة. أما كيمجي فبعد ما خلص كتابة امضته على كل الورق رجع تاني لزنزانته، ولقى الشرطيين بيطلبوا من الكل إنه يخرج للتفتيش. وفعلا الكل خرج وتفتش، ويفتشوا الزنزانات كمان، ولقوا السكينة في دولاب نورس، واتحبس في حبس انفرادي للتأديب. والكل شك إن موزع الوجبات هو اللي بلغ عن نورس، بس الحقيقة إن كيمجي هو اللي بلغ موزع الوجبات بميعاد التفتيش بعد ما لقاه مكتوب في مكتب الضابط تشي اللي بيمضيه على الورق. ولعب اللعبة دي مع موزع الوجبات علشان يحبسوا نورس. وتاني يوم كان ميعاد الاستئناف لكيمجي، وقبل ما يمشي نادى عليه سونجي وشكره على مساعدته ليه، وقال له إن بفضله أخته لسه عايشة لحد دلوقتي. واستعد كيمجي علشان يركب العربية ويروح المحكمة، وكان جون خايف جدا إن كيمجي يتهور ويعمل أي مشكلة قبل ما المحاكمة بتاعته تيجي، وطلب منه يصبر على قد ما يقدر. وركب كيمجي العربية، وأول ما وصل لقى صحفيين كتير مستنيينه، ووقف جون على بوابة السجن واتمنى عدم رجوع كيمجي تاني أبدا. وحضر المحاكمة بتاعت كيمجي ناس كتير جدا وصحفيين، وكمان جيهو، والكل كان واثق إنه هياخد براءة لأن الموضوع كله كان دفاع عن النفس ودفاع عن أخته. وجت رسالة للمحامي بإن المجرم حالته صعبة جدا وجاله سكتة دماغية، والنقطة دي بالذات استغلتها النيابة وقالوا إن كيمجي بالغ في الدفاع عن نفسه، وبناء على كده اترفض النقض، وأي طلب تاني للاستئناف برضه هيترفض واتحكم عليه باستكمال السنة كاملة في السجن. وكل مشجعين كيمجي كانوا معترضين، والكل اتصدم بالحكم الظالم ده. ورجع كيمجي للسجن من تاني، وكان الضباط متعاطفين معاه جدا لدرجة إن جو قال له إنه مستعد يساعده بأي حاجة يطلبها. فطلب منه كيمجي إنه يسمح له يتمرن، وفعلا خرج كيمجي في الساحة والمطرة نزلت عليه. فراح له جون أخده تحت الشمسية واداله فوطة، وبعد ما هدي طلب منه جون إنه يهرب بس كيمجي رفض. وبنعرف إن تعاطف جو مع كيمجي كان تعاطف كاذب، لأنه كان بيسعى بكل الطرق علشان يقلب الرأي العام عليه، وحتى إنه سرب خبر ضربه المسجون من غير سبب لأن في طبعه العنف. وقعد قدام التلفزيون مستني الخبر ده يتذاع، لكن اتذاع بداله خبر ليه صوت وصورة عن فساد وهو بياخد رشوة من نورس، وقالوا عليه إنه هيتم رده بتهمة الرشوة واستخدام العنف. وما فيش ثواني وكان المسؤولين أمروا بالقبض عليه، ووقف الضباط مش فاهمين إزاي وصلت الأخبار دي للصحافة، لحد ما شافوا أخو جون هو اللي بيقدم الخبر، وعرفوا إن كيمجي هو اللي قال له كل الأخبار دي لما زاروا في السجن. وكان كيمجي متعود على إن حياته كلها محن، وبيعرف يتعايش معها كويس، وبيخرج كل مرة من المحنة وهو واقف على رجله. وده الكلام اللي قاله جون لأخوه لأنه كان منهار من خبر سجن كيمجي. وزاد الأمر سوء لما هوانت جو راح له أوضة العلاج اللي كان قاعد فيها وسحب حقنة وحقنه بيها في كتفه، وفضل كيمجي يصرخ من الألم ويستنجد بأي حد. وجاله الدكتور بسرعة واداله علاج، وقال له إنه محظوظ إنه ما حقنوش بمادة خطر، واداله علاج وطلب منه يتأكد إن مفيش أي ألم. ونقلوا لزنزانته تاني، بس للأسف المجرمين اللي فيها كانوا أخطر بكتير، وكمان بيحاولوا إنهم يستفزوه بكل الطرق، وهو بيتجنبهم على قد ما يقدر لحد ما فيهم قرروا إنهم يحطوا خطة تمرد ويستغلوه، وهو عمل نفسه نايم طول الوقت علشان ما يجرهوش معاهم للشر، لحد ما اكتشف إن كل خطتهم كانت علشان ياكلوا نودلز سخنة مش أكتر، علشان يهونوا على نفسهم البرد اللي هم عايشين فيه. فقام أكل معاهم، ولما سألوا من زاره رفض يقول. وتاني يوم راحت له جيهو الزنزانة وفضلت تتكلم معاه، وقالت له برضه إنها ما كانتش عايزة تجيله وجت غصب عنها، فقال لها إن بقى كويس ومش لازم تقلق عليه،
وحتى انه ما بقاش عنده وقت يقابل حد لانه اشتغل في ورشة النجارة. فضحكت وقالت له انها ملاحظة انه بقى يتكلم كتير، مع انه وقت ما كانوا مرتبطين ما كانش بيتكلم خالص وبيسيبها هي بس اللي تتكلم. ولما جاي يدافع عن نفسه ويقول لها انه كان بيكلمها، قالت له ان كان اسوأ خطيب والحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها هي لعبة البسبل وبس، وعلشان كده انفصلوا عن بعض. فسابها وراح لورشة النجارة ولاحظ ان الكل فاهم وعارف يصلح ويصنع حاجات من الاخشاب، الا هو ما كانش فاهم حاجة خالص. فقعد على جنب لحد ما وصلت عربية محملة بالاخشاب وبدأوا المساجين ينزلوا الاخشاب، فراح علشان يساعدهم لكنهم منعوه وكانوا خايفين عليه لان كتفه لسه ما خفش، وطلبوا منه يعمل حاجات بسيطة بس. وفي اخر اليوم رجع الكل على زنزانته ووصل مسجون جديد اسمه يوهان، وقعدوا كلهم يتعشوا ما عدا كيمجي لانه كان مع الضابط بيوقع له على كورة لجاره، وفي المقابل اداله الضابط كورة بيسبول ليها علشان يحتفظ بيها. ففرح كيمجي جدا لانه كان نفسه جدا يتمرن. ولما رجع لزنزانته لقى المساجين ملمومين على يوهان، فطلع كيمجي صورة خطيبته القديمة وفضل باصص لها وهو بيحاول ينام. وكانت جيهو في الوقت ده قاعدة مع اخته سو، وقالت لها انها انفصلت عن كيمجي من الخريف اللي فات، بس لسه ما قالتش الخبر ده لوالدتها. ولما سو سالتها عن سبب انفصالهم افتكرت جيهو اللي حصل سنة 2015 لما كانت تعبانة وعندها انفلونزا لانها ركبت دراجتها في البرد وهي راجعة من مباراة لكيمجي، لانه ما كانش فاضي يوصلها وهو راجع مع اصحابه في الاتوبيس. اتصل بيها بس كان تليفونها مقفول، ولما صحيت من النوم لقيت علاجها جنبها وعرفت ان كيمجي هو اللي عمل كده ورجع تاني لفريقه. ففرحت جدا باهتمامه بيها، وكان كيمجي هو كمان بيفتكر نفس اليوم وبيقول في نفسه انهم كانوا سعداء جدا. وفاق من ذكرياته على صوت كو وهو بيكتب شكوى، والكل كمان صحي مسكوا كو علشان يناموا هم كمان. وتاني يوم جالهم الحارس لما سمع صوتهم العالي في الجدال وهددهم اما يهدوا او هيعاقبهم في الحفرة، فخافوا سكتوا. اما كو فمسكتش وكتب طلب الده للحارس وقال له نص المادة 24 اللي بتلزمه باحترام حقوق المساجين، وقال له لو ما التزمش بنص القانون هيقدم شكوى لوزير العدل. وخرجوا كلهم زي كل يوم وراحوا على ورشة النجارة، ووصلت الشكوى للمفتش على السجون وكان مكتوب فيها القوانين اللي بتنص على ان بيتم التعامل معهم باحترام ويلتزموا بالعمل لساعات معينة بس. فأمر المفتش رئيس السجن والضباط انهم يتصرفوا، فخلوا المسؤولين عن اعمال النجارة يعتذروا لهم. ووقتها حس المساجين بقيمة كو، ولما جه الحارس يتكلم معهم الكل طلب منه يتكلم باحترام وبقوا يتكلموا في حقوقهم. وكان واحد من المساجين متغاظ جدا من كيمجي وحاسس انه بيتعامل معاملة خاصة، وغيرته منه خلته ينتقم منه شر الانتقام، وخبى عدة النجارة في شنطة كيمجي وبلغ انها مش موجودة. فجم الحراس وفتشوا الكل وخرجوا العدة من شنطة كيمجي، ودي تهمة خطيرة جدا وممكن عقابه يوصل للسجن الانفرادي. فاتدخل مسؤول الورشة وطلب من الضابط انه يسامح كيمجي المرة دي وهو اللي هيبقى مسؤول بعد كده. فوافق الضابط ورجع المسؤول الورشة ولقى المسجون الغيران من كيمجي هيضربه، فدخل المسؤول ودافع عن كيمجي وضرب التاني، بس هو كمان كان هيأذي كيمجي برضه. واللي انقذه المرة دي هو جون، وطلب منهم كلهم يرجعوا للزنزانة بتاعتهم فورا. ورجع كيمجي لقى كانجي بصفته مهندس اخترع لهم اريال ارسال للتلفزيون علشان يتفرجوا على المسلسل، وكان لسه في مشكلة تغيير القنوات، فاقترح انه يولع الجزء في اطار التلفزيون البلاستيك وبكده ممكن يغيروا القنوات بالازرار المستخبية. وفعلا نفذ على طول وهو فرحان جدا، لكن خاب امله بسرعة لانه ما لقاش فيه اي زرار. فجت له فكرة كانت الاطفال الصغيرة بتستخدمها، وهي انهم يضربوا التلفزيون فتتغير القناة. وفعلا نفذ وتغيرت القناة، بس حتى بعد ما بطل ضرب لقى القنوات بتتغير، واكتشف ان هوانج ماسك الريموت وبيغير بيه، وقال لهم انه سرقوا من مكتب المأمور وهو بيتصور معاه صورة للصحافة. وفضل يتريق على كانج وقال له ان الهندسة مش بتنفع حد. وكان كانج افضل مهندس في مدينة مونور ومحكوم عليه بالسجن ل3 سنوات بسبب انه في يوم كان بيغش في لعبة مراهنات، وكان عنده فضول يعرف الكل مسجون بتهمة ايه. فسألهم وكان فاكر انه كو محامي، لكنه طلع مدير شركة بناء وتشييد واختلس 10 مليار. والمسجون الجديد يوهان اتقبض عليه لانه مدمن، ومع ان والدته غنية بس رفضت تدفع له الكفالة علشان يتربى في السجن، فاتحكم عليه ب10 شهور. والتريق كانج على هوانج لان تهمته هي سرقة الخبز، واتحكم عليه بسنة كاملة مع انه ما سرقش غير رغيف عيش واحد. وكان اكبرهم في الزنزانة هو كيم، متهم بقضية قتل اتحكم عليه فيها ب25 سنة وقضى منهم 22 سنة. وبعد ما خلصوا كلام وخلص اليوم على كده والكل نام، فقام كو فتش في حاجات كيمجي ولقى صورته مع جيهو اخته، وكانت جيهو في البيت بتفتكر انها كانت معاه من وهم اطفال لحد ما كبرت وحبهم كبر معاهم. وتاني يوم صحيوا الكل ولقوا الوجبة بتاعتهم فيها كمية فراخ كبيرة، ففرحوا جدا لان بقالهم شهور ما اكلوش اي نوع من انواع اللحوم. ولقى كيمجي ورقة من الجريدة وفيها خبر رئيسي بعنوان انتشار مرض انفلونزا الطيور وموت الالاف من البشر، فخبى الورقة بسرعة واكل معاهم وخرج قعد مع جون وعرف منه انه لسه منقول للسجن ده جديد علشان يبقى معاه. وطلع كيمجي كورة البيسبول اللي معاه ووريها له، فلقاها بتقع منه ومش عارف يمسكها.
وكان مأمور السجن بيتصور مع صحفي، وبعد جاب هانجو ولعب معاه قدام الكاميرا علشان يبان انه طيب وحنون، وبعد التصوير ما خلص رجع تاني لطبيعته زي ما كان. اما ضباط السجن فكانوا بيحضروا الحفلة غنائية، والقائد نا جات له فكرة بعد ما عرف ان كيمجي طالب فحص طبي على دراعه، واتكلم مع صحفي واتفق معاه انه هيخليه يعمل مقابلة مع كيمجي، وقال لكيمجي ان المقابلة مقابل الفحص، وادوله فرصة يفكر في الموضوع. وكان جون قلقان جدا على صاحبه وراح يتكلم مع الطبيب، واللي قال له ان الضباط مش بيهتموا بحالات الشلل لانهم بيعتبروهم بيكذبوا وبيتحايلوا عليهم علشان يهربوا. وافتكر الطبيب ان جون واحد من معجبين كيمجي وعلشان كده مهتم بيه. ورجع جون لاخوه لقاه بيكتب مقال عن كيمجي، فاتكلم معاه وساله لو كيمجي خاطب او متجوز، فقال له اخوه انه خاطب بنت مش مشهوره، ووراله صوره جيهو، لكن جون ما عرفهاش لانه ما شافهاش قبل كده من وقت ما كانت طفله. وراح الملازم باينج يبلغ المساجين بالزياره اللي ليهم، فدخل لاول مسجون فهجم عليه المسجون وخنقه وخلصوه من ايده بالعافيه. وراح بعد كده لقى كو بيقول له يتكلم معاه كويس، وهدده انه هيرفع عليه قضيه، وسكته كيم غصب عنه. ولسه باينج بيكلم يوهان لقاه بيقول له انه غبي، وطبعا دي اهانه كبيره، وعدى موزع الوجبات فجاه وفجعه بصوته. ولسه باينج هيتعصب عليهم كلهم، جاله الحارس وقال له ان المسجون اللي خنقه حاول يقتل نفسه واخدوا ليه. اما كوفا لاحظ ان كيمجي مهموم وساله عن السبب، فقال له كيمجي ان ايده الشمال مشلوله والقائد رافض يبعت له الكشف، فقال له كونه هيقدم شكوى والتماس باسمه، بس كانج طلب منه ما يتخدعش في نفسه اكتر من كده لانه مجرد مدير مختلس. فسرح كو وافتكر اللي حصل معاه، وان رئيس مجلس اداره الشركه اللي كان شغال فيها عزمه هو وباقي المسؤولين في الشركه على العشاء، وكان الكل بيشكر كو على مساعدته الكبيره في العمل. وفي اخر اليوم كل واحد مشي في طريقه، واول ما كو وصل لبيته وصلته رساله بالغلط من المدير قال فيها عليه انه فاشل وانهم بيخدعوه علشان يخلوه يختلس لصالحهم. فدخل كل بيته وبعت رساله ليهم بان تليفونه ضاع منه، وده علشان ما يعرفهمش انه شاف الرساله. وفاق كو من ذكرياته وخرج للزياره، وطمنته زوجته ان مرتبه وصل لها حسب الاتفاق، وقال لها كنها لو احتاجت اي حاجه تطلبها من المدير. فقالت له ان بنتهم الوحيده عمليتها الاسبوع اللي جاي وبتدور عليه علشان يبقى معاها، فيا ترى الطلب ده هينفع تطلبه من المدير. فقال لها انه لو كسب في مسابقه الغنى هيقدم على اجازه خاصه وهيروح لها المستشفى، وبنعرف انه عامل صفقه سريه مع اداره الشركه واختلس الفلوس لصاحب الاداره زي ما كانوا عايزين، وبقى يتدرب ليل ونهار على الغنى، وحتى بقى يدرب زمايله في الزنزانه، وكل ده علشان يزور بنته. وقرر مدير السجن انه يصعب حياه كيمجي علشان يخليه يوافق على المقابله الصحفيه بالعافيه، فبعته تاني لورشه النجاره. وفي نهايه اليوم وقف مسؤول الورشه يهدد كيمجي بلوح خشب، فقال له كيمجي انه عايز منه خدمه وهي انه يضربه بصحيح، ويفكروا مسؤول الورشه هيهرب من الضربه، بس ده ما حصلش، ودخل المسمار اللي في الخشبه في دماغ كيمجي وبقى سايح في دمه، وطبعا كده خلاص اتنقل للمستشفى. وكان عامل كده علشان يكشفوا على دراعه، وفعلا ده حصل، وقال لهم الدكتور انه محتاج علاج ل3 سنين ومش هيقدروا يعملوا له اي عمليه لان دي هتبقى مجازفه كبيره لانه عامل عمليه قبل كده زمان. واتصدم كيمجي من الكلام ده جدا، وحب جون يهون عليه فجاب له كل الاكلات اللي بيحبها. وفعلا لما كيمجي شاف الاكل قال له ان بقاله كتير جدا ما اكلش حاجات حلوه كده، وكان هيعيط من كتر ما هو متاثر. وبعد الاكل بات جون معاه في نفس الاوضه، وقال له كيمجي انه كان خاطب جيهو بس انفصل عنها لان كان في مشاكل كتير بينهم، وحكى له على بدايه اعترافه بالحب ليها في يوم ما كان مسافر واتصلت هي بيه وكانت متعصبه علشان سفره المستمر، فقال لها انه في الاجازه هيخرجها ويوديها سينما، وطبعا ده حصل. وهم بيشتروا في شرف السينما سالهم البياع ان كانوا مخطوبين، فقالت له انهم اصدقاء وبس. ولما راحوا مطعم تاني كان صاحب المطعم خطيبها لابنه، فاخدها كيمجي ومشيوا بسرعه، وكانوا على طول بيخرجوا وبيتقابلوا. وفضل كيمجي يحكي له لحد ما ناموا. وتاني يوم في السجن كان ميعاد حفله الغنى، ووصل الصحفي يسال على كيمجي علشان المقابله الصحفيه اللي ظابطناه والمأمور وعدوه بيها، فقال له انه اتصاب واتنقل للمستشفى، ولو نشر الخبر ده وقتها محامي كيمجي هيقضيه ويسابوه وخرجوا لمسابقه الغنى، واللي فاز فيها هو كو، مع انه صوته كان بشع بس احساسه وصدقه في الغنى خلى الكل يختاره بما فيهم جون والمأمور. وبعد ما الحفله انتهت باركوله وهو قال لهم انه عارف ان الجائزه عباره عن يوم اجازه وهو عايز يختاره بنفسه، فقالوا له ان دي مش حقيقه اصلا، وفايز السنه اللي فاتت خرج لان والدته ماتت في اليوم ده، وطلب منه المأمور يعمل المقابله الصحفيه. ولما كو رفض وهدده هو والقائد نا انه هيقدم فيه شكوى فيهم، وهددوا الضابط نا انه لو ما التزمش بالمطلوب منه فهيصعبوها عليه جدا في طلبه للتسريح المشروط، فاضطر يكون يوافق بالمقابله، بس اللي دخل مكانه هو كيمجي، وكانت دي مفاجاه للكل. ولما الصحفي ساله عن تمريناته حكى له كيمجي عن اصابه كتفه، واعلن للكل قرار اعتزاله عن لعبه البيسبول. وبعدها قعد جون معاه وقال له انه متسرع جدا لان الطبيب قال له انه هيتعالج بس هيحتاج لوقت، فقال له كيمجي انه سمع الدكتور وهو بيقول انه كذب عليه وطمنه انه هيرجع تاني، لكن دي مش حقيقه. ورجع كيمجي للزنزانه تاني، فلقى كو جايب الجايزه الاولى اللي كسبها، وكانت عباره عن صندوق عيش، فسهروا طول الليل ياكلوا منه ويتكلموا مع بعض. وقال لهم كيمجي ان الملازم بيانج اخده وطلب منه يهرب بعد ما انا طلب منه يرجعه الورشه، وقال له بيانج انه لازم يتعالج ويرجع لجمهوره، بس كيمجي صمم انه مش هيهرب وانه كويس جدا وهيعرف يتصرف مع اي حد في المكان ومش لازم يجازف بوظيفته علشانه. وكان الملازم بيانج طيب جدا مع الكل. ولما لقى المسجون اللي
اللي حاول يخنقه بردان جاب له غطا تاني واطمن انه متعشي كويس كمان. وتاني يوم خبر اعتزال كيمجي انتشر في كل القنوات والمواقع، وكل مشجعينه اتضايقوا جدا، واخته انهارت من العياط والحزن. وكان جون حاسس ان ده هيحصل، فراح لها برساله من كيمجي انه كل ده مش غلطتها، وانها مش لازم تلوم نفسها على حاجه، وانه بيحبها، وادالها جون بوكي ورده ومشي. وبنرجع تاني للسجن وبنشوف مأمور السجن وهو فرحان جدا انهم اشتهروا وبقوا اول خيار في محرك البحث في المواقع، وكل ده بفضل كيمجي، فبعت له رساله شكر. بس كل مشجعين كيمجي حتى من المسجونين فضلوا يهتفوا باسمه وطلبوا منه يرجع تاني للعب. حتى اخو جون عمل حمله الكترونيه وبيطالب فيها برجوعه، وقال لجون انه اكيد بيمر بوقت صعب، وعلشان كده قرر الاعتزال. ولما جون قال له انه يعرفه اكتر منه لان صديقه المقرب، قال له اخوه ان ده مش حقيقي لانه ما تواصلش معاه من سنين فاتت، على عكس اللي متابعه ومتابع اخباره في كل ثانيه. فسابه جون ورجع السجن وقعد مع كيمجي، وحكى له هو كمان عن البنت اللي كان معجب بيها. ولما باقي الضباط دخلوا لنفس المكان اللي هم فيه، استغربوا من قعدتهم مع بعض وطريقه الكلام معاهم كمان اللي من غير تكلف. فقال لهم كيمجي انهم قريبين من بعض لان جون من اشد المعجبين، وعلشان كده بيتعاملوا مع بعض بود. واكد جون هو كمان على كلام كيمجي، وقال انه رئيس نادي المعجبين بيه، فطلب منه الضباط انهم يرجعوه للزنزانه. فراح كيمجي من غير اي جدال، ولقى زمايله المساجين بيصلحوا ساعه فقعد ساعدهم، لكن طبعا ما عرفش يعمل حاجه خالص. اما جون فبعد ما رجع للبيت لقى اخوه عمال يساله عن كيمجي ومش بيتكلم غير عنه، لدرجه انه فكروا الناس ان هو اللي اخوه مش كيمجي. وحكى له انهم بيحضروا له مسابقه جديده في السجن، وفعلا ده اللي الملازم بيانج قال له للمساجين في ورشه النجاره، لان المسابقه فنيه والجائزه بتاعتها 5 مليون وون. وفضل كيمجي يسال عن الفلوس وكانه مهتم جدا، مع ان ده يعتبر مبلغ تافه جدا بالنسبه له. وبعد ما خلصوا ساعات عملهم رجعوا للزنزانه، وقعد كيمجي يقرا كتاب عن فن النجاره. ولما سالوه ان كان ناوي يقدم في المسابقه، فقال لهم انه هيساعد كو بس. ونام الكل كالعاده، كو فضل سهران يقرا ويذاكر للمسابقه. والنهارده مسجون تاني كمان ما قدرش ينام، وهو كيم اللي افتكر ازاي انتهى به المطاف في السجن، وانه اتعرف على شاب اسمه مين كان كل حلمه انه يبقى رجل عصابات. بس في يوم وقف نايم، فصمم رئيس العصابه انه يمشيه علشان ما يسبب لهوش اي مشاكل، ومهما تحايل عليه برضه رفض، فاضطر مين انه يمشي وما اشتركش معاهم في العمليه دي. وكيم كان عضو كبير في العصابه دي واتصاحب عليه وبقى يعامله زي اخوه. وفي يوم هاجم عليه عصابه تانية، فوقف كيم يتخانق معاهم، وعلشان مين يساعده مسك سكينته وضرب بيها الراجل اللي كان بيهاجم كيم، وقتله واتقبض عليهم كلهم. وحكم عليه القاضي بالسجن ال 25 سنه، وحكم على مين بالاعدام. وتغير كيم في السجن وحس بالندم انه كان عضو في عصابه من الاساس. ولما عرف ان مين خلاص اتنفذ عليه الحكم انهار، لكنه قرر بعد كده انه يتعايش مع حياته في السجن. وبعد ما كيم افتكر كل ده نام، وتاني يوم كان ميعاد المسابقه. وقف كيمجي يساعد كو، لكن لفت نظره المشاركين اللي جنبه قد ايه بارعين، فوقف يتفرج عليه. وانتهت المسابقه وفاز كو بالمركز الخامس، وده جايزته 30,000، ففرح بهم جدا. ورجعوا تاني على الزنزانه، ووقت الاكل وقف كيمجي ياخد الوجبات، فقال له الموزع ان الغربان جايه تاكل. وكيمجي ما فهمش حاجه وما اهتمش. ولما قال بالصدفه لزمايله الجمله دي، قاموا بسرعه ورموا كل الممنوعات وتخلصوا منها، لان معنى ان الغربان جايه تاكل ان هيحصل تفتيش في الزنزانه. وفعلا وصل الضباط وفتشوا وما لقوش حاجه خالص، لكن القائد نا كان صارم جدا ولاحظ الساعه اللي في ايد وانج، ومرضاش ابدا يقبل عذره عليها لان لبس الساعات اللي عليها صوره ممنوعه. واخدوا للحبس من غير ما يراعي انه قدامه اسبوع واحد ويخرج. وعلشان هوانج ينقذ نفسه قال لهم ان ساعه كيم وخلاه يدخل الحبس الانفرادي مكانه. ولما الكل نام راح جون خرج كيمجي من الزنزانه، اداله اسطوانه موسيقى وطلب منه يكتب عليها جمله تشجيعيه لبنت المأمور، فاخدها منه كيمجي وطلب منه يسيبه يفكر في كلام مناسب. وتاني يوم راح على ورشه النجاره مع كو، وقعدوا فتروا مع الكل. ومن ضمن الموجودين المسجون اللي فاز بالمركز الاول. واول ما عرف ان كو اخد فلوسه اتجنن، واخد مطرقه كبيره وراح كسر بيها الباب على مسؤول الورشه سانج، واتهموا ان سرق فلوسه. ولسه هيضربوا بعض كان بيانج وصل وبعدهم عن بعض وخلاهم يهدوا، وطلب منه الفايز انه يتاكد من حساب سانج. وراح جون بنفسه وشاف حسابه ولقى الفلوس فعلا في رصيده، وطلع اللي عمل معاه كده هو ملازم تاني علشان ينتقم منه. اما كيمجي فكتب رساله لبنت المأمور على الاسطوانه بتاعتها، وطلب انه يشوف المأمور بنفسه. وكان المأمور شخص طيب وبيحبه ورحب بيه وقدم له قهوه. فقال له كيمجي انه محتاج منه خدمه، واخد الورقه اللي مكتوب فيها امر تأديب الكيم وحطها في الباسكت وكب عليها القهوه. والمأمور ما قالش اي حاجه ووافق على طلب كيمجي. ورجع كيم لزنزانته وصالح هوانج اللي كان عمال يعيط من كتر ما هو مكسوف من نفسه على اللي عمله مع كيم. ولما جمعت خروجه الوحيد اللي وقف ودعه هو كيم، وقال انه عارف ان المحتلين مش اوفياء. وتاني يوم الكل احتفل بعيد ميلاد كيمجي، حتى الضباط مش بس المساجين، وعملوا له مفاجاه وعرضوا له كل انجازاته في لعبه البيسبول في شاشه العرض، لكنه وقف الفيديو وقال انه خلاص اعتزل لانه اكتر واحد حظه سيء في العالم كله. وحتى اتصاب بالسرطان وعمل عمليه واخد 12 جلسه كيماوي، وبمجرد ما خف قتل مجرم وحياته رجعت تاني سيئه. وانهار كيمجي من العياط وسابهم ومشي، والكل اتاثر من كلامه وتعاطف معه، وقرروا انهم ما يجيبولوش سيره البيسبول تاني قدامه. ورجعوا على الزنزانه فلقوا مسجون جديد جالهم وهو ديمون، وده كان قائد في الجيش وقف يتعرف عليهم. ولما سمع الكل بيتكلم عن اعتزال كيمجي سالوا عن السبب، فغيروا زمايله الكلام وقالوا ان فيه مسابقه
مسابقة رياضية تبع جمعية خيرية ولازم يفوزوا بيها، وكيمجي هو أملهم في ده. وكان كانجا عايز يفوز في المسابقة دي بأي تمن لأنه كان مكلم زوجته ومعرفها كل التفاصيل وخلاها تتبرع بصناديق مكرونة للجائزة. وفي الحقيقة هي كانت معبية الصناديق بالسجاير علشان توصل لكانج، وطلع هو مورد السجاير، وعلشان كده كانت بتبعت له كميات كبيرة، وحطوا أملهم على كيمجي، وخصوصا إن حالة إيده كانت بتتحسن. والقائد ديمون ما كانش شاغل باله خالص بالحاجات دي، وراح قابل المحامية بتاعته والكلبشات في إيده، وده لأنهم كانوا شايفينه خطر جدا بعد ما تسبب في موت واحد من الجنود. ده غير إنه على طول بينفعل بسرعة، وطلبت منه المحامية إنه يعترف بذنبه ويتوب عن اللي عمله، لكنه رفض وقال إنه مظلوم وما قتلش حد، وكل اللي عمله هو إنه ضربه ضرب جامد بس مش لدرجة الموت، وفضل يصرخ فيها ويطلب منها تسيبه في حاله ويضرب راسه في الترابيزة. فدخل الحراس أخدوه بسرعة على الحبس الانفرادي. أما جون فما كانش موجود وكان بيشتري ورد وحلويات، وأخدهم وراح زار بيهم أخت كيمجي ووالدة جيهو، وأخد منهم أكل ووصلوا لكيمجي. وتاني يوم كانت المسابقة لسه مستمرة، وكانوا بيخسروا كل جولة بسبب كيمجي على عكس ما كانوا متوقعين. وكان كانجا هيتجنن منه لأنه طلع مش بيعرف يلعب أي حاجة غير البيسبول. فراح كيمجي على ورشة النجارة وعرف إن الفايز بالمركز الأول في المسابقة الفنية هو اللي بقى مسؤول الورشة الجديد، وكان اسمه أبو شامة. وعرفوا إن في مسابقة تانية لأسئلة الذكاء اسمها الجرس الذهبي، وكانوا مستغربين إن في حد كل شوية بيتبرع بصناديق مكرونة ليهم، واللي اشترك في المسابقة دي هو كو، ووصل للنهائي ضد المسجون يوني. ولما يوني فاز صرخ كانج من الفرحة وكأنه هو اللي فاز، ومحدش كان فاهم بيعمل كده ليه، لكن الحقيقة إنه عمل كده لأنه كان متفق مع يوني إنه لو كسب يديله الجايزة واداله في المقابل أدوية كتيرة محتاجها. وفعلا أخد صندوق المكرونة وطلع السجاير وكان حيطير من الفرحة، وجمع كل المساجين من زنزانة كيمجي، وما كانش عاجبه إن كيمجي استسلم للوضع وتأقلم معاه، وهم كمان ما كانش عاجبهم كده. فاقترح جون إنهم ممكن يخدعوا كيمجي ويوهموه إنه في حلم، ويجيب له أول مدرب ليه وهو والد جيهو ويقول له يرجع يلعب تاني. فعجبتهم الفكرة وبدأوا ينفذوها. وتاني يوم راح له جون في الملعب واداله الكاب بتاعه، فقال له كيمجي إن لو رجع يلعب تاني مش هيرجع لنفس مستواه القديم، ووقتها أمل الناس هيخف فيه. فقال له جون إن الناس مشغولة في حياتها ومحدش فضيله، واللي مركز معاه دلوقتي هينساه بعد شوية. فاقتنع كيمجي وقرر إنه يرجع تاني، وقعدوا كلهم في الزنزانة يغنوا طول الليل من غير ديمون لأنه كان في الحجز الانفرادي بعد اللي عمله مع المحامية ده. غير كمان إنه كسر الإزاز وخرج ضرب واحد من الحراس، بس لما رجعوا الكاميرات عرفوا إنه كان بينقذوه. فراح له بيانج واعتذر له إنهم فهموه غلط، وقال له إنه كان لازم يفهمهم الحقيقة. فقال له دومينو إن حتى لو كان اتكلم برضه ما كانش حد هيصدقه. فسابوا بيانج وراح بلغ المساجين بالزيارة، وكانت جيهو جاية تزور كيمجي، وأول ما خرج لها قال لها إنهم انفصلوا ومش عايز يشوفها تاني. فمشيت جيهو من عنده وهي مصدومة، وكان صوته عمال يتردد في ودنها بكلامه، وفضلت تعيط وافتكرت اللي حصل في مايو سنة 2015 لما كانت حزينة من انفصالها عن زميلها في الدراسة. وراح لها كيمجي وقال لها انه جنبها ومش لازم تزعل ابدا، لكن انتهت بينهم العلاقة انه بقى هو سبب جرحها. وبنرجع تاني للسجن، وكان الملازم بيانج عنده فضول يعرف ازاي القائد ديمون قتل واحد تاني، فعرف انه ضرب جندي عنده ضرب عادي، لكن الجندي على بالي اللي المجاه كان مات، وقالوا ان القائد ديمون هو سبب موته لما ضربه. وكان كل اللي بيسمع كده بيقول عليه انه شخص حقير. ولما رجع القائد ديمون ليهم حاولوا انهم يتكلموا معاه ويتصاحبوا عليه، وراح جون قال لكيمجي ان المأمور عمل له جزء صغير على شكل ملعب بيسبول يتدرب فيه، واخدوا على هناك، وقعد اصحابه يتفرجوا عليه. وجه صحفي مر عليهم مع المأمور، واول ما شاف كيمجي طلب منه انه يساله شويه اسئله. فطلع له كيمجي وقال له انه مبسوط جدا في السجن، وخصوصا من معامله المأمور اللي بينفذ لهم اي طلب وبيتعامل مع اي مشكله بشكل ديمقراطي. واداله كيمجي طلب مكتوب فيه بانهم بيطالبوا بانتخابات لتعيين مسؤول عن الورشه. وطبعا المأمور ما قدرش يرفض بعد المقدمه الطويله اللي قالها كيمجي. وبعد ظابط يسال الموجودين لو حد عايز يترشح، ومحدش كان عايز يتحمل المسؤوليه دي، فرشح كو كيمجي، واضطر كيمجي انه يوافق علشان يتخلصوا من المسؤول الموجود لانه كان بيتعامل مع الكل بطريقه سيئه. وبدا كو يجهز لاكبر حمله انتخابيه علشان كيمجي يكسب، ولاحظ ان في ناس كتير دعم لابو شامه وناس تانية مش مهتمه بالموضوع. فراح كو اتكلم معاهم وعرفهم على كيمجي، والطريقه دي جابت نتيجه كويسه جدا، وفاز كيمجي بالاصوات وبقى هو المسؤول الجديد. وكان ديمون مش مصدق طبعا ان ده بسبب العداله، وقالوا ان الناس اختاروه اما علشان شهرته او انه دفع لهم مبلغ كبير. فقالوا انها الشهره، لكن الحقيقه كانت رجوع هوانج مره تانية للسجن، وساعدوا في انه يخلي الكل يسمع كلامه. واحتفل كيمجي مع المساجين وراح يتدرب على البيسبول، وكانت ايده الشمال اللي بيستخدمها في الرمي بدات تتحسن، لكنه برضه ما استردش مهارته بيها. وفي اخر التمرين خالص رمى الكره بايده اليمين، والمره دي قدر يسدد بيها بشكل ممتاز، على عكس جيهو اللي كانت لسه عايشه مع احزانها في اوضتها وبتستعيد ذكرياتها مع كيمجي في نفس سنه 2015 لما راح زارها في بيتها وتعشى معاها. ولما
ولما عرف إنها نسيت الشخص اللي كانت مرتبطة بيه فرح جدا. وبنرجع تاني للسجن والكل كان عنده زيارات ما عدا كيمجي، ولما لاحظوا ده سألوه لكنه تهرب من الإجابة. وحتى القائد ديمون راح له أخوه زارو وقال له إنه هيحاول بكل الطرق علشان يخرجه، بس ديمون طلب منه إنه يستسلم ويهتم بمذاكرته. فسألوا أخوه مين القائد اللي كان منوف في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة دي، فقال له إن القائد أوه. وبنعرف القائد أوه وهو بيصحي الجندي من النوم وخلاه يقلع قميصه وضربه في نفس المناطق اللي كان ضربه فيها ديمون قبل كده، وكان مخليه يلبس قناع الغاز علشان محدش يحس به ولا يسمعه. ولما لقاه مات خلى جندي تاني واقف معاه يلبسه هدومه بسرعة ورجعوه على سريره وراح أوه ليه علشان يصحيه، وعمل انعاش للقلب. لكن طبعا كل ده من غير فايدة لأنه كان ميت قبل كده. وطلع قال إن القائد ديمون كان ضربه قبل كده وده سبب الوفاة. ونقلوا جثة الجندي وبعد الكشف عليه كتب الطبيب الشرعي تقرير بأن الوفاة بسبب الضرب، وشهد بأن الجندي ما كانش قادر ياكل ولا يشرب بعد ضرب ديمون ليه، وحتى فضل يتألم طول الليل. ولما لقاه سكت فجأة قرب منه وما لقاهوش بيتنفس وعرف انه مات. وحتى طلب من الجندي اللي كان معاه انه يصدق على جثته وقال له ان شريكه في الجريمة وسابه ومشي. فنادوا على الملازم باينج علشان يلحقه، والحقيقة انه ما تأخرش ووداه على الطبيب على طول. واول ما وصلوا للدكتور الألم اختفى خالص، وفكر الملازم باينج انه بيسخر منه، بس الطبيب قال له انه ممكن ده يكون مرض نفسي. ورجع كو تاني وفضل يتألم، فقال له كيم انه ممكن يكون عنده الزايدة الدودية. ومرة واحدة اترمكوا على الأرض وفضل يصرخ، فأخدوا باينج تاني للعيادة والألم انتهى برضه وقعد يبتسم. فطلب كيم من القائدنا انه يبعته للمستشفى لانه ممكن يكون عنده مرض خطير. فوافقنا، بس لو كل زمايله في نفس الزنزانة كتبوا طلب بخط ايديهم. والكل وافق ما عدا ديمون اللي ما كانش طايق حد ولا عايز حتى يكلم حد. فادالهم القائد فرصة لحد الساعة 9. وقرر كيمجي في الوقت ده انه يتمرن، وحب جون انه يساعده فوقف يصد الكورة وصدها بسهولة جدا، وده معناه ان كيمجي حدف الكورة ببطء. بس جون قال له انه كان لاعب وطبيعي انه يصد الكورة، وجاب زمايل كيمجي اللي ما يعرفوش حاجة خالص عن البيسبول وخلاهم هم كمان يصدوا الكورة وبرضه كلهم نجحوا. فقال كيمجي انه هيشتغل على نفسه علشان يبقى اسرع. ورجعوا كلهم على الزنزانة وكتبوا طلب العلاج لكو، وبرضه ديمون طلب منهم انهم يستبعدوا خالص، والكل ترجاه انه يكتب الطلب ومفيش فايدة. فقال لي كيمجي انه شكله باين عليه انه مستمتع جدا بوقته في السجن. فقال له كيمجي انه متضايق يمكن اكتر منه كمان، بس لازم يعيش والا هيبقى عذابه عذابين. فراح ديمون كتب طلب علاج كو وقدمه للملازم باينج، وحكى له انه كان دايما بيشوف بيعذب العساكر حتى من غير سبب وبيتعمد انه يهينهم. ولما اشتكاه للرؤساء محدش عمل له حاجه لانه ابن قائد كبير في الجيش. وكان ديمون شاكك انه هو اللي جهز له التهمه بالشكل ده، واخد باينج الرساله منه، وبكده يبقى من حق كو انه يروح المستشفى. وفعلا وصلوا باينج، وبعد الكشف عليه عرفوا انه كو عنده حصوه في الكلى ولازم يشرب ميه كتير علشان الحصوه تنزل. اما كيمجي فتحايل على جون علشان يساعده ويخليه ينام في العياده لان المسجون الجديد لوني كان هناك. وكيمجي كان عنده فضول يعرف سبب دخول لوني السجن، وفعلا حكى له لوني الحكايه من اولها، وانه نام وهو سايق وخبط واحد فمات. ومع ان صاحب العمل هو اللي كان طالب منه انه يسوق العربيه وهو عارف ان مش معاه رخصه، بس قدام الشرطه انكر كل ده وخلى لوني هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله. وفضل لوني يعيط على حظه اللي خلاه يتألم ومستقبله يضيع. وبنرجع تاني لباينج اللي تعاطف جدا مع كو، وحتى انه طلب من الطبيب المسؤول انه يساعده باي شكل، وخلاه يفتت له الحصوه بالليزر علشان يسهل خروج الحصوه، وجاب له اكل على حسابه كمان. وبنرجع تاني للسجن، وقرر كيمجي انه يساعد زميلهم سونج لانه المفروض يخرج بتصريح مشروط لانه نفذ كل اللي مطلوب منه. لكن القائد رفض لانه كان مشغول في تظبيط الميزانيه قبل ميعاد الجرد. فقرر كيمجي انه يروح له وبلغه انه هيتبرع للسجن بمبلغ كبير، وفي المقابل يوافق على تقديم طلب التصريح المشروط لسونج. وسابه وراح على مكان تدريبه وقعد سرح شويه في الماضي وقت مباراه سنه 2013. وقت ما اتصلت بيه جيهو زي كل يوم وحكيت له عن كل حاجه في يومها، وكان دايما بيقضي وقته معاها. وفي يوم انتشرت اشاعه انه مرتبط بمذيعه، وهي اتضايقت جدا بس خبت غيرتها وسالته بهدوء عن المذيعه، فاعترف لها بحبه ليها هي. وبننتقل بالاحداث لاخو ديمون واللي كان بيوقف قدام المعسكر ليل ونهار علشان يقابل العسكري بو، واللي كان مناوب في نفس اليوم اللي حصلت فيه جريمه قتل العسكري. وبعد ايام خرج له بو وافق انه يقابله، وحتى قال له انه هو اللي بعت له الورقه اللي فيها سجل المناوبين في اليوم ده. وافتكر لما ادى ورقه الاسماء للعسكري اللي حضر الجريمه، وقال له انه بقى شريكه ولازم يتخلص من الورقه. فاخدها ابوه خباها من غير ما حد يشوفه. وكان ديمون بيقضي ايامه في السجن من غير ما يعرف اللي اخوه بيعمله علشانه. ووصل مساجين جديده ومن ضمنهم موك المتهم في قضيه قتل. وقعد القائدنا والضابط سيون مع المأمور بيتكلموا في احوال المساجين، وكان من راي سيون انهم ينقلوا كيمجي للمزرعه لان من وقت ما مسك ورشه النجاره والانتاج قلل النص. وبدا السجين موك يومه الاول في الاضراب عن الاكل والشرب. ووصل لكو جواب من المدير كان هو السبب في توتره ومرضه، لان المدير طلب منه انه يتحمل مسؤوليه سرقه تانية تمت زمان مقابل مضاعفه مرتبه. وتاني يوم راح على ورشه النجاره، والمره دي كيمجي ما كانش موجود، ولان لوني كانت ايديه مجروحه طلبوا منه انه يرتاح وينظم الادوات. فقرروا انه يعمل نظام جديد
جديد لكل حاجة، فعمل أرقام للآلات وبقى يسجل كل واحد أخد إيه ومش بيطلع الأدوات غير بالطلب. فاتخنق منه المساجين وكانوا هيضربوه، وعلشان كو يرحموا ادالهم استراحة. وكان أخو جون بدأ يعجب بسو أخت كيمجي وبقى يروح المطعم اللي شغالة فيه وحكى لها عن أخوه قد إيه كانت دماغه عبقرية في التجارة ودخل مشاريع كتيرة نجح فيها، بس للأسف شركائه كانوا دايما بيكملوا وهو بينسحب. وفي نص الكلام اعترف لها إنه معجب بيها، بس هي صدمته وقالت له إنها بتحب أخوه جون. وفضلوا قاعدين يتكلموا عن جون، وكانت سو عايزة تعرف عنه كل حاجة، وكل ده والمسجون موك لا كان بياكل ولا بيشرب. وبعد ما جون اطمن عليه خرج من السجن وراح قابل سو وادالها تليفونه علشان تتفرج على صور أخوها، وما قدرتش تمسك دموعها وافتكرت الكلام اللي عرفته من أخوه دو عن مشاريعه. فسألته وقال لها جون إنه دايما حزين بسبب الموضوع ده، لأنه لو ما كانش اتسرع وساب شركة الاتصالات كان زمانه بقى مليونير. وغير الكلام على طول علشان ما يبقاش متضايق، واخدها وراحوا المطعم تاني وقال لها إنه بيندم في اليوم 1000 مرة على عدم صبره اللي بسببه ضيع حاجات كتيرة من إيده. فقالت له سو إنه شخص متعدد المواهب وكل ما يدخل حاجة ينجح فيها، وعلشان كده لازم يبدأ من جديد. وجوه السجن كان كو باين عليه الحزن جدا، والوحيد اللي كان بيعرف همه هو كيم. فترجى الملازم باينج إنه يسمح لهم يقفوا شوية في الهوا. ولما كيم قال له إنه شاف الرسالة اللي بعتها له المدير ومش لازم يقبل الوضع ده، فقال له كونه ندمان على اللي عمله. فأخدوا كيم ورجع به الزنزانة وأخد رأي الكل إنهم إزاي ينتقموا من المدير المجرم ده. فقال له كانج إنه لازم يشوف نقطة ضعف عنده ويبتزوا بيها ويسحب منه فلوس كتيرة. ولما ما لقوش ولا نقطة ضعف عنده اقترح على كونه يخليه يزوره وبعدها يسجل له ويبتزوا بالتسجيل ده. فوافق كو قال لهم إن أي مبلغ هياخده منه هياخد بيه عيلته ويهاجر. وبعد ما اطمن كيمجي إن كل حاجة هتبقى تمام راح لتدريبه، وهناك حس بتعب مفاجئ. ولما اتنقل للمستشفى طلعت الزايدة الدودية وعملوا له العملية على طول. ولما فاق قال لجون إنه كان ناسي حاجة مهمة وهي عربيته اللي سابها قدام المحكمة، واتنقل للسجن على طول. وكان جون هيتجنن منه ازاي ينسى حاجة مهمة زي دي، وراح على طول يشوفها. وهناك لقاه لسه محتفظ بصورته مع جيهو، فخلاها تروح هي تاخد العربية علشان تعرف إن كيمجي لسه بيحبها ومحتفظ بصورهم مع بعض. وفعلا أول ما شافت الصورة افتكرت اليوم اللي اتقابلوا فيه وتصوروا مع بعض، وتأكدت جيهو إنه فعلا بيحبها. وتاني يوم كان في زيارة في السجن، ووصل مدير شركة كو وسجل له اعتراف وهدده إنه هيبعت التسجيل لبنته ومراته وحتى هينشره في التلفزيون، وسابه ومشي. وكان ضمن هو كمان عنده أخوه بيزوره وقال له عن العسكري وابوه حكاهوله وإنه هو اللي قتل العسكري. وحس ديمون بالراحة لمجرد إنه ما قتلش حد، بس كمان حس بالظلم. ومن ناحية تانية اتصل جون بجيهو وسو وقال لهم إن دي فرصتهم علشان يشوفوا كيمجي في المستشفى من غير قيود. وقالت جيهو إنها مش هتروح، وقال كيمجي إنه مش عايز يشوفها وجمع عاد الخروج من المستشفى. وفعلا ما جاتش، وكان جو متضايق من كده، فقال له كيمجي إنها راحت المستشفى وهو شافها وهو بيعمل فحص تاني وما ناداش عليها. ولما جون عرف كده كان هيتجنن منه وفضل يضربه. ورجع كيمجي للسجن ولاحظ إن ديمون ويوهان دايما عاملين زي القط والفار بيتجادلوا مع بعض طول الوقت. أما جون فخرج من السجن وراح قابل سو وخرج معاهم دو. وفي نهاية اليوم ركبها الأتوبيس وخاف يسيبها لوحدها فركب معاها. وفي الوقت ده حال المساجين بدأ يسوء، لأنه كو هينتقل لسجن تاني من غير ما يقولوا له سبب. وعرف كانج إن زوجته بتخونه مع واحد بتقابله كتير، وعرف المعلومات ده عنها من شخص عينه علشان يراقبها، وكان عايز ينتقم منهم هما الاتنين. وتاني يوم الصبح قعد كو فطر مع أصحابه وبلغهم خبر نقله وإن دي آخر وجبة هياكلوها مع بعض. وبعد الفطار جمع حاجته ومشي، وقال لكيمجي إن ساب له هدية في دولابه. وأخدوا باينج وشال من إيده الكلبشات على بال ما الأتوبيس يوصل. وقعد كيمجي يشوف هدية كو ليه، وكانت عبارة عن كشكول مكتوب فيها كل لحظات كيمجي المميزة وتفاصيل رحلة علاجه. وتأثر كيمجي جدا بالهدية دي. وتاني يوم راحوا كلهم على بستان النباتات، وقال لهم ديمون إنه قدم طلب إعادة محاكمة لأن أخوه اكتشف الحقيقة وعين محامي كبير وكمان لقى شاهد. وفعلا المحامي كان متفق مع أخوه إنه يروح يقابل الشاهد بو ويفهمه إن العواقب هتبقى سيئة عليه، بس هو الوحيد اللي يقدر ينقذ ديمون. فقال له بو إنه عارف ده كويس، وحكى له إن في يوم وهو في الخدمة اتصلت بيه أخته وقالت له إن والدتهم عملت حادثة، ومن غير ما يحس خرج لها جري ونقلها للمستشفى. ولما رجع كان مرعوب من العقاب، بس ديمون هداه واداله تليفونه كمان علشان يتصل بأخته ويطمن منها على والدته. ودي حاجة اتحفرت جوه قلبه. وبنرجع تاني للسجن وبنشوف الملازم باينج وهو بينادي على المساجين اللي ليها زيارة، وكان الكل ليه ما عدا كيم اللي من يوم ما دخل السجن ما حد زاره. بس المفاجأة بقى ان المرة دي كان في حد جاي له زيارة، فخرج كيم يشوف مين اللي جاله. والمفاجأة بقى انه كان هو حرام الخبز اللي اخد افراج، وقال له ان بقى شغال لحم دلوقتي وبقى يشتغل كتير وبيحافظ على فلوسه علشان يشتري بها بيت. وقال له انه هيستنى اليوم اللي يخرج هو كمان فيه علشان ياخده يعيش معاه. وخلصت الزيارة وما كانش كيم عارف يمسح دموعه، ولقى الملازم باينج مع صندوق اكل وعصاير كتير، وقال له عليها ان هوانج جايب له كل الحاجات دي في الزيارة. فتأثر تيم اكتر وفضل يعيط، وباقي المساجين كانوا عكسوا والفرحة ما فرقتش وشهم، وخصوصا كيمجي اللي حس بثقة ونشاط وراح يتدرب تاني. وكان جون ولوني مش بيفرقوه وبيشجعوه دايما لحد ما حس بتقدم فعلي اخيرا، وبقى عايز يجري على جيهو علشان يبلغها. وفعلا طلب انه يعمل
مكالمة تليفونية واتصل بيها، بس أول ما سمع صوتها قفل السكة على طول وأخدوا جون على أوضة الاستراحة وطلب منه يفكر في كل حاجة كانت بينهم ويشوف إنها كانت تستاهل إنه يرجع لها ولا لا. وسابه ومشي، وفعلا افتكر كيمجي الفترة اللي كانوا مخطوبين فيها وقد إيه إنه كان مبسوط معاها، وأول مرة عرفت والدتها وأخته إنهم مرتبطين كانت مفاجأة كبيرة ليهم، وكان نفسهم جدا الكل يعرف حبهم لبعض من زمان. ووصل السجن مسجون جديد وحيبقى في نفس زنزانة كيمجي، وما كانش باينج عايز يقول لهم هو مين. والمفاجأة ان هواندوجو المسجون اللي طعن كيمجي في كتفه وسبب له الإصابة، وأول ما دخل هواندوجو الزنزانة المرة دي سأل عنه، وكيمجي ما كانش موجود لأنه كان بيتدرب، بس وجوده كان خطر جدا على كيمجي. فراح جون علشان يتكلم مع المأمور، بس ما لقاهوش ولا هو ولا القائد نا. وكان هواندوجو في الزنزانة بيرص حاجته في الدولاب وعمال يطلع موس وأسلحة صغيرة، فقال له دايما ان الحاجات دي كلها ممنوعة ولو ما سلمهاش هيبلغ عنه، فهدد الكل بان اللي هيسمع صوته هيقتله. وشاف كيم قاعد على جنب فقال له ان ده بقى مكانه، وطلب منه يقوم وبص له كيم شويه وهو مستغرب، فقرب منه هوانجدو علشان يضربه، ووقتها هجم عليه كيم مره واحده ومسك راسه حطها في الحوض، وطلب من زمايله يدوله سكينه علشان يقطع له بيها لسانه. ولما لقاهم خايفين كسر كوبايه واخد منها حته ازاز وحطها على رقبه هوانجدو، وقال له ان لو لقاه بيعمل اي حاجه غلط في الزنزانه هيقتله. ووقت النوم اول ما كيم جه وصل سخر منه هوانجدو وقال له انه كان يقصد يبوظ له دراعه، فسكته كيم وحذره من انه يسمع صوته تاني، ونام كيم جنب كيمجي علشان يحميه. وتاني يوم راح هوانجدو للمجرمين اللي في السجن وقدم لهم الولاء علشان يبقى خدام عندهم وتبعهم، وقال لهم ان هيقتل كيمجي زي ما وعد نورس وهيستنى لما يبقى لوحده ويقتله. وباينج وجون كانوا مركزين معاه جدا ومراقبينه في كل خطواته. ورجع هوانجدو على الزنزانه ووقتها كل اللي قاعدين منتبهين ليه، واول ما خرج فرحوا جدا وما صدقوا شموا نفسهم، وبقوا ملازمين كيمجي في كل خطوه من خطواته. وقرر كيمجي انه يسامح هوانجدو على اللي عمله معاه ويحاول انه يتصالح معاه، بس اصحابه ما اقتنعوش وفضلوا معاه حتى وقت الاستحمام، وقفلوا على الباب يحموه، بس للاسف اتزحلق كيم ووقع على ظهره وحس انه اتكسر، فجري الكل يطمن عليه. واستغل هوانجدو الفرصه وكان عايز يدخل لكيمجي يقضي عليه، بس لحسن الحظ ان كيمجي اخد باله بسرعه وقفل القفل عليه. وكان في مسجون تاني اسمه تاي كل يوم يصرخ ويعيط ويترجى باينج انه يتصل باخته ويخليها تزوره، ويرفض باينج. فتعاطف جون مع تاي واخد منه رقم اخته واتصل بيها، فقالت له انها بلغت باينج اكتر من مره انها مش عايزه تعرف تاي تاني. وعرف جون ان باينج ما كانش عايز يضايق تاي ويعرفه حقيقه اخته، وطيبه قلب باينج خلته يهتم بيوهان كمان طول فتره علاجه من الادمان، وراى انه بيعاني من اعراض الانسحاب. وتاني يوم راح هوانجدو وحكى للمساجين المجرمين على اللي عمله مع كيمجي، فقال له زعيمهم انه غبي وفضل يتريق عليه ولسه هيحط له خطه يقضي بيها على كيمجي. فشافهم جون وطلب منهم يتفرقوا عن بعض، فالكل مشي ما عدا شينج اللي عامل نفسه زعيمهم وفضل باصص على جون بصه كلها حقد. فقرب منه جون واستفزه وقال له يقوم يضربه لو عنده الجرأه، فسابه شينج ومشي. وقرب الملازم هاو من جون وطلب منه يهدي نفسه وطلب منه يروح معاه المستشفى، فهزر معاه جون وسأله هو مالوش عيله ولا ايه، فابتسم هاو بألم وقال له ان فعلا يتيم وحتى ما عندوش اصدقاء ورايح يعمل منظار على المعده، وغير الكلام وفضل يهزر معاه. وتايتا امر مع هوانجدو وعرفه مكان علبه فيها مواد حارقه، فراح بعيد عن الكل وكبها على تيشيرت وحدفها على المحرقه وولع فيها وقفل الباب وكسر القفل كمان علشان ما حدش يعرف يخرجه، بس اتفاجئ به قدامه فسابه وهرب. وفضل كيمجي يحاول يفتح باب المحرقه علشان يخرج اللي جوه، واتلم الحراس فنط كيمجي السور وخرج الراجل من المحرقه وكان اسمه شيرو، وكان زعلان انه انقذه وقال له كنت سبتني اموت علشان اشوف بنتي. واخدوه الحراس على الطبيب وقال جون قصته لكيمجي بان بنته كانت مسافره في رحله مع 3 من اصدقائها وطلع عليهم مجرمين وهم في الطريق اعتدوا عليهم، فقتلت بنته نفسها من الصدمه، وخرج المجرمين براءه فقتلهم شيرو ودخل هو السجن. وافتكر كيمجي لما وصل الاغصان للمحرقه فاخدها منه شيرو واداله الجاكيت بتاعه علشان يدفيه، وعشان كده فكره هوانجدو كيمجي وطلب كيمجي اذن راحه. فوافق جون وراح كيمجي دور على هوانجدو لحد ما لقاه ودخل ضربه، وكان هيموته لولا ان جون دخله وبعده عنه. وطبعا دخل الحبس الانفرادي وطلب منه جون انه يتحكم في غضبه والا ممكن يقضي طول حياته في السجن. وخرج كيمجي من السجن الانفرادي وراح زار شيرو ورجع تاني للزنزانه يتدرب، فجاله جون بلغه ان المحامي بتاعه جاي يزوره، فخرج له كيمجي وساله المحامي ان كان مستعد، فقال له كيمجي انه مستعد في كل الحالات سواء كانت اخبار سعيده او سيئه. فقال المحامي انه قابل ال10 فوق الموجودين في الساحه وكلهم عايزين يتعاقدوا معاه. ووقتها حس كيمجي بالفخر، واول حاجه عملها انه راح اتصل بجيهو وبرضه ما اتكلمش ولا كلمه، فعرفت انه هو وقالت له ان مفيش داعي للي بيعمله ده خالص لانهم انفصلوا من زمان. وكان هوانجدو هو كمان في المستشفى بعد الضرب اللي اتضربه، وطبعا قاعد معاه حارس في نفس الأوضة. وأول ما خرج يمضي على ورق أخد هاندو تليفونه وبحث عن المواد المحظورة للرياضيين. وكان كيمجي في الوقت ده في زيارة مع المحامي وبيشوفه هيبدأ بالمقابلة مع أي فريق من ال10 الأول. ولما رجع للزنزانة رن جرس الحريق، وده كان تدريب على التصرف وقت الحريق، فأخدوا جون هو وسونجو وداهم يتدربوا. وللأسف رجع هوانجدو بقى على طول مستعد بالموس علشان يقتل كيمجي، وكان الكل فاكره اتعلم وخاف خلاص وما يعرفوش اللي بيدبره. وراح كيمجي
المأمور أول ما رجع طلب منه ينقل هوانجدو لسجن تاني، ووافق المأمور على طول وقال له إن أهم حاجة يتمرن كويس. بس كانجي لمح هوانجدو في أوضة المستلزمات الطبية وكانت عينه كلها شر، فحذر كيمجي منه وقال له يخلي باله منه كويس. وجالهم موزع الوجبات وقال لكيمجي إنه جايب له هدية عبارة عن مكملات غذائية جايه له من قريب ليه، فرفض كيمجي وقال له إنه متعود ما ياخدش أي حبوب، وكان كانجا ياخدها بداله، فتحجج موزع الوجبات وسابوه ومشي. ووقتها شكوا كلهم فيه وحتى ما خلوش كيمجي ياكل وقالوا له إن الحذر واجب. وكان عندهم حق لأن موزع الوجبات كان متفق مع هوانجدو إنه يحط له حبوب مخدرة في الأكل. وحكى لهم ديمون على أخوه وإنه خايف عليه إنه يخسر شغله من كتر اهتمامه بالقضية، وفعلا أخوه كان عند المحامي طول الوقت. وبعد ما اتفق مع أبوه إنه يشهد معهم طلبوا منه إنه يقنع باقي العساكر اللي حضروا الجريمة، فراح اتكلم معهم وحاول يقنعهم بس محدش منهم وافق والكل خاف من القائد وبنرجع تاني للسجن. وفي وقت الاستراحة طلب باينج من كيمجي إنه يتجنب هوانجدو على قد ما يقدر ويستحمل يومين 2 بس على بال ما إجراءات النقل تتم. فعمل كده كيمجي وراح يتدرب بعيد عنه خالص، وقعد هوانجدو في الأرض مذلول، وكل المساجين اتريقوا عليه بعد ما اتضرب من كيمجي. وبعد ما رجعوا من الاستراحة انتشر دخان في كل مكان، فافتكر باينج إن ده حريق كبير، فرن جرس الإنذار وفتح كل الزنزانات. وطبعا دي مصيبة لأن ممكن ببساطة المساجين تهرب، فاتدخل القائد بسرعة وسيطر على الوضع. وعرفوا بعد كده إن باينج اتصرف كده بسبب حريق حصل من سنين، وعلشان تباطؤوا في فتح الأبواب للمساجين مات أكتر من 50 مسجون. ولأن المأمور ضعيف الشخصية وافق على قرار القائد بتوبيخه ووقف ترقيته لمدة سنة كاملة. بس لما ضاف لكده كمان إنهم ينقلوه بسبب إنه بيهزر دايما مع المساجين وبيتهاون معاهم، رفض المأمور لأول مرة في حياته وقال له إن السجن محتاج لواحد زي باين مرن في تعاملاته. وجون كمان كان شايف إن باينج ما غلطش وقال رأيه ده لكيمجي. وبعدها فكروا بعيد ميلاد جيهو لأنه عرف من سنه قرب وقال له إن دي فرصته الأخيرة معاها، فطلب منه كيمجي إنه ما يتدخلش. وافتكر يوم انفصالوا عنها لما اختفى بعد ما خسر المباراة، وهي حاولت توصل له كتير بس ما عرفتش. ولما ظهر لها تأسف إنه ما كانش بيتصل بيها وجاب لها هدية، فطلبت منه إنهم ينفصلوا. قبل ما تمشي قالت له إن عيد ميلادها عدى عليه يومين وسابته ومشيت. وفاق كيمجي من ذكرياته ورجع للزنزانة. وتاني يوم أخد باينج للمساجين للزيارة، وما كانش في زيارة لديمون، ودي أول زيارة أخوه يفوتها. فاستغرب باينج بس ديمون فهمه إنه مشغول بالقضية بتاعته لأنه هيقدم طلب إعادة محاكمة الأسبوع ده. وكان أخوه فعلا عند المحامي وعرفوا من بوه إن الكل موافق يشهد في المحكمة، بس لسه ديمون ما كانش يعرف الخبر السعيد ده. وكان في خبر تاني سعيد وهو اختيار كيمجي الفريق ينضم ليه. وبعد ما خلص زيارته مع المحامي بتاعه ووكيل أعماله رجع للزنزانة وطلع أدوية الهضم اللي بياخدها، بس يوهان لحقه في آخر لحظة وقال له إن الحبوب دي مختلفة عن الحبوب اللي بياخدها كل يوم. وفعلا لما مسكها لقى بينهم برشام مخدر وبرشام تاني منشط، والكل عارف إن هوانجدو هو السبب وهو اللي ورا اللي بيحصل. فقرر كيمجي إنه يركز في تدريباته وساعده جون كتير، وحتى خلى ناس تبعه يحضروا التدريب ويصوروه من غير ما يعرف، وبعت الفيديو لفريق كبير علشان يشوفوا مهارته. وطلب من المأمور كمان إنه يديله تليفون لمدة أسبوع، فوافق المأمور وبلغ الصحفيين بخبر انضمام كيمجي لفريق نيكس، وحتى تفاخر بإنه صديقه. وأول مكالمة عملها كيمجي كانت لجيهو لكنها رفضت ترد عليه، فصمم إنه يروح لهوانجدو الزنزانة وطلب منه يلعب معاه البيسبول. وبقى يتصل بجيهو كل يوم وفي كل وقت، وبرضه ما كانتش بترد عليه، فترجاها انها ترد وقال لها انه بيتصل بيها بقاله 3 ايام علشان يعتذر لها. فدخل له جون وكان جايب له معاه حلويات كتير، ولقى يوهان معاه وحكى لهم ان والدته عندها مطعم كبير باسمه وبتهتم بالمطعم اكتر منه. فقال له جون انه كان في المطعم ده امبارح وفعلا مطعم فخم جدا، وكان كيمجي عنده فضول يعرف كان مع مين في المطعم. فرفض جون انه يقول له حاجه لانه كان مع سو اخته، واخد باله ان صاحبه المطعم مخيفه وشخصيتها قويه جدا. وقال لها يوهان ان عيلته كانت فقيره جدا، وكانت والدته كل يوم بتروح الشغل وتسيبه من غير ما تحضر له اكل، وعلى طول كانت هدومه مش نظيفه، وده خلى الولاد تبعد عنه وتتجنب تلعب معاه. وكل ده كان بالنسبه لها مش مهم، والمهم هو انها تحوش فلوس تفتح بيهم مطعم، ونجحت في ده وهو في ثانوي، وبقت حياتهم مختلفه وبتدوله فلوس كتير وبتجيب له كل اللي بيحتاجه من اكبر الماركات. ومع ذلك برضه كان الكل بيتجنبه ومالوش اصحاب، لحد ما في يوم جاله زميله مون وطلب منه يلعب معاه، ومع الوقت اتكونت الصداقه بينهم. لكن سافر مون مع عيلته للولايات المتحده وفضل على تواصل معاه، وبعد سنين رجع لكوريا واتقابلوا في الجامعه واتجمع تاني مع صديقه. وبعد ما خلصوا كلام رجعوا للزنزانه بتاعتهم، ووصلت طلبات كتير، وكان هوانجدو قاعد على جنب ومكسوف منهم، فنادى عليه كيمجي وصمم انه ياخد معاهم من الحاجات اللي جات لهم، وقال لزمايله انه قدم طلب برجوع هوانجدو للزنزانه بتاعتهم وهيخليه المساعد بتاعه في التدريب. واستغربوا من قراره بس سكتوا. وفي الليل راح هوانجدو على مكان التدريب، وتاني يوم بقى ماشي وراه وبيخدمه، ففهموا كيمجي انه مش بيحب كده وانه كلهم واحد. وكان طول اليوم بيحاول
حاول يتصل بجيهو وبرضه مفيش فايدة، لحد ما في آخر اليوم اتصلت بيه ووافقت إنها تقابله، وده طبعا بعد ما بعت لها رسائل كتيرة جدا بيطلب منها ترد وإلا هيكسر إيده. لكن حظ الوحش خلاه يعرف إن الزيارات كلها اتلغت بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وقعد حزين. وبعد شوية قال له كيم من السلطات لما لقت تزاحم الزيارات اضطروا إنهم يفتحوها تاني، وكان وقتها هيطير من الفرح، وفضل قاعد مستنيها ومحضر لها ورد يقدمه لها، بس هي ما جاتش. وأول واحد راح للزيارة هو يوهان، وكان مستني والدته بس ما جاتش، وقال له والده إنهم فتحوا فرع جديد وعشان كده ما قدرتش تيجي. ولما يوهان قال له إنه عارف إن الفلوس عندها أغلى من ابنها بدليل إنها رفضت تدفع الكفالة وتخرجه، فدافع عنها والده وقال له إنها كانت عايزة تربيه وعلشان كده بلغت عنه. فاتصدم يوهان وفضل يعيط إنه هان على والدته للدرجة دي. وكان ديمون جنبه هو كمان في الزيارة مع أخوه، وقال له أخوه إنه قدم طلب إعادة المحاكمة وظبط كل حاجة خلاص. فشكره ديمون وقال له إنه من غيره ولا حاجة، وطلب منه يرجع لشغله علشان ما يطردش ويسيب المحامي يكمل الباقي. ورجعوا على الزنزانة، وكان كانج من فترة اقترح عليهم إنهم يبعتوا رسائل لسجن البنات ويتعرفوا على بنات من هناك، وما حدش وافق غير هوانجدو. وفضلوا يبعتوا لبعض رسائل لحد ما في يوم اكتشفوا إنهم بيكلموا نفس البنت، وبعتت لهم رسائل متشابهة بإنها حتزورهم في السجن وتختار بينهم. ووقفوا هما الاتنين يستعدوا ويلبسوا ويتجملوا لحد ما الملازم باينج نادى على كانج، وكانت فرحته ما تتقدرش. بس لما وصل لمكان الزيارة لقاها زوجته الأولى وبلغته إنه ابنه بيموت من فشل في الكبد، وفضلت تعيط لأن تحاليلها مش مطابقة. وتأثر كانج وقرر إنه يعمل التحاليل على طول، وبعد ساعة واحدة ظهرت النتيجة وطلع مطابق، وبدأوا يجهزوا للعملية على طول. وما كانش كانج حابب إن ابنه يعرفه لأنه كان مكسوف منه بعد تخلي عنه وعن والدته، وفضل يعيط. وتمت العملية على خير، وطمن الملازم باينج زمايل كانج إنه بقى بخير وهيرجع لهم قريب. وكان كيمجي حزين جدا إن جيهو ما جاتلوش كل ده، فقال له جون إن جالها انفلونزا الخنازير واتحجزت في المستشفى. وطبعا كيمجي بقى هيموت من القلق عليها، حتى وقت النوم ما كانش عارف ينام لحد ما زمايله هدوه، والكل كان زعلان على همه. وبعد 10 أيام كانوا عارفين إن ده ميعاد رجوع كانج، فنظفوا ورتبوا الزنزانة لاستقباله، وكان هو لسه في المستشفى. ودعته والدة ابنه وطلب منها تبلغه إنه والده بيحبه وحضر حاجته واستعد للخروج، فعرف إنه اتنقل لسجن تاني. ولما زمايله عرفوا اتضايقوا جدا وقالوا للحارس إن حاجة كانج لسه موجودة وما أخدهاش، فازاي يتنقل فجأة بالشكل ده. وطبعا الحارس رفض يقول لهم أي تفسير، وقال لهم إنهم مجرد مساجين ومش من حقهم أي حاجة. فاتصدموا وسكتوا، بقوا 5 بس في الزنزانة. وبعد أيام قليلة جالهم باينج وقال لهم خبر حلو جدا، وهو إن كيم اسمه تقدم للوزير للخروج لحسن السير والسلوك، ففرح له الكل. أما كيمجي ففضل محافظ على تدريباته ومضى عقده مع فريق نيكس مقابل مبلغ كبير، فبارك له جون. وكان دايما كيمجي ملاحظ إن جون متغير، وكان عايز يعرف هو مرتبط بمين، بس جون بيتهرب من الإجابة دايما. وأول ما كيمجي قام يتدرب راح يوهان قعد مع جون وقال له إنه إنسان كويس وبطل مخدرات بقاله شهور، وناوي لما يخرج يروح لمركز تأهيل علشان ما يرجعش للمخدرات تاني. وفجأة سابه جون وجري على باينج، قال له إن كيمجي خسر كل مهاراته لأن جاله مرض اسمه ستيف، وده مرض نفسي سبب التوتر، وسأله لو يعرف السبب. وتعاطف باينج معاه وفكر في حلول كتير، وراح جون يقولها لكيمجي ولقاه مستعد يعمل أي حاجة علشان يتعالج. واستغرب الكل من حماسه وإصراره اللي مش بيقول له أبدا مهما واجهته أي مصايب. وأخدوا جون مقابل الدكتور نفسي متخصص للعلاج بالتنويم المغناطيسي، وطلب من الكل إنه يهدوا خالص ونيمه، وعلشان يتأكد إنه كان نايم فعلا ولا لا شربوا شطة، فلقى كيمجي تفها كلها في وشه. فأخدوا جون المحاولة التانية، وطلبت منه الأخصائية إنه يرسم رسم بياني يعبر عن حياته، وادوله ورقة وقلم. ولما جه عند السنة اللي دخل فيها السجن وفضل ينزل بالخط لحد ما وصل للأرض، وصمم إنه يحفر بالقلم ويقول إن حياته أسوأ كمان. فأخدوا جون بالعافية من الأوضة وراحوا للمحاولة الثالثة، وفضل يفرجوا على كل المباريات المميزة بتاعته. وبدل ما كيمجي يفرح بنجاحه افتكر إن الأيام دي كان موجود فيها مع جيهو، اتخانق معاها وفضل يعيط. فلجأ جون لآخر محاولة واتصل بجيهو وطلب منها تقابله ضروري جدا. وفعلا راح لها تاني يوم للكافيه اللي بتقعد فيه كل يوم، وحكى لها عن إصابة كيمجي وقال لها إنها لازم تزوره بسرعة. فتوترت جيهو جدا وقالت له إنها كانت ناوية تزوره من زمان بس انشغلت في مذاكرتها وشغلها. وفي السجن كان كيم قاعد في الزنزانة سعيد جدا لأن جات له زيارة من بنت في الجامعة بتعمل بحث عن المساجين خاص بدراستها. ووافق كيم إنه يقابلها علشان يتدرب على طريقة تعامله مع الناس بعد ما يخرج. وكان متوتر جدا بس البنت كانت ودودة وقالت له إنه وسيم أكتر ما كانت هي متخيلة، ففرح جدا. ولما يوهان اتريق عليه كان مصمم يضربه ويبعده عنه بالعافية. ونرجع تاني لجون وجيهو اللي قالت له ازاي يتعامل معاه وفكرتها نجحت من أول محاولة. فضحك جون وقال له إنه ما كانش يعرف إن جيهو عبقرية كده. ورجع كيمجي للزنزانة ولقى ديمون قاعد حزين جدا، ده لأنه عرف من المحامي إن أخوه اتطرد من الجامعة بعد ما كان بروفيسور. فقالوا له إن أخوه ده شخص عظيم وأكيد هيلاقي حل للمشكلة دي. وكان يوهان تعبان جدا وحالته كل ما بتسوء، فطلبوا إنه يستحمل لأنه فاضل له أسابيع ويخرج. بس الموضوع كان غصب عنه واتنقل للمستشفى. لما أصحابه من تجار المخدرات عرفوا عملوا نفسهم تعبانين وراحوا له العيادة ومعاهم المخدر، ودخل
المسجون مسؤول عن النظافة وعمل تمثيلية على الطبيب والحارس وخرجهم. بس باينج أول ما عرف جري على هناك ولقى المجرمين عمالين يضربوا يوهان ومكتفينه علشان يشربوه المخدرات بالعافية، فأنقذوا باينج وباقي الحراس. وتاني يوم راح جون بلغ ديمون وكيمجي إن في زيارة ليهم، وفرح جدا كيمجي وفكرها جيهو لكنه طلع المحامي. وكان ديمون متردد في إنه يطلع لأخوه ومش عارف لما يشوفه المفروض هيقول له إيه، وخصوصا إنه طول عمرهم ما كانش في أي مشاعر أخوة بينهم. فنصح يوهان إنه يطلع يشكره ويقول له إنه محتاجه جنبه ويقول له كل حاجة بصدق. وفعلا خرج ديمون وقال له كل الكلام ده، ولقى أخوه فرح جدا وقال له إنه هيفضل جنبه وعمره ما هيتخلى عنه أبدا. وبعد الزيارة رجعوا كلهم قعدوا مع بعض، ولقوا الحارس جايب 10 مساجين وبيقولوا إنهم هيقعدوا معاهم شهرين يتعلموا منهم شغل البستنة. وكان أصلا مش فاضل في مدة كيمجي غير 2.5 وكان لازم يستحمل. وأخدوا للمأمور علشان يطمن على قرار الإفراج عن كيم. وراح الملازم باينج هو كمان جاب كيم ووقفوا كلهم عند باب مكتب المأمور، وما فيش ثواني وخرج لهم بنفسه وبلغهم إن الطلب اترفض. وطبعا دي كانت صدمة كبيرة لكيم، فتعصب الملازم باينج وطلب منهم تفسير للي حصل. وبعد ما الدنيا هديت شوية أخدوا المأمور على مكتبه وقال له إنهم أكيد هيفرجوا عن كيم في العيد. أما كيم فرجع تاني لزنزانته ومعرفش ينام من كتر الحزن، فقعد يبص على حاجته اللي كان محضرها علشان يخرج بيها. وتاني يوم كان زمايله حريصين انهم يهونوا عليه، وحتى الملازم باينج راح يطمن عليه وخبى خبر انهم ممكن يفرجوا عنه في العيد علشان ما يخلوهوش يفرح وفي الاخر يتكسر قلبه زي المره دي. وراحوا كلهم على البستان علشان يشتغلوا فيه ومعهم ال10 مساجين التانية، وكان من ضمنهم 2 هم هون وليو. والاتنين اول ما شافوا كيمجي فكروا بانهم يستغلوه وياخدوا منه فلوس، فسأل ليو عن مكانه وعرفوا انه بيتدرب في مكان لوحده. وكان كيم في الوقت ده قاعد مع البنت اللي بتعمل معاها البحث، ومره واحده حس انها شبه زوجته جدا، فسألها إن كانت بنته ولا لا. والمفاجأة إنها كانت فعلا بنته، وقالت له إن اليوم اللي اتقبض عليه فيه كانت والدتها محضرة له خبر حملها مفاجأة ليه، بس للأسف ما لحقتش تقول له. وفضل كيم يعيط وهو متأثر ورجع لزنزانته سرحان ومهموم. وتاني يوم كان ميعاد خروج يوهان، فقفلت والدته المطعم خالص وقعدت تستناه مع والده مون، بس كان في حد تاني مستنيه عند باب السجن وطلع له حقنة مخدرات وسابها قدامه. وما قدرش يوهان يسيطر على نفسه خالص للأسف، وبمجرد ما حقن نفسه وصلت الشرطة وقبضت عليه. وتاني يوم بعت ليو الكيمجي وطلب منه يحط في حسابه 300 مليون والا هيبلغ الصحافه بكل التجاوزات اللي في السجن. وكانت الصحافه مشغوله بقضيه تانية وهي قضيه القائد ديمون وواه، والكل عرف حقيقته كويس. وكان كيمجي مش بينام من التوتر. وتاني يوم اخيرا جات له جيهو زارته وافتكروا مع بعض اليوم اللي لبسوا فيه الدبل واتخطبوا. وكيم هو كمان كانت بنته بتزوره، وفي اخر الزياره نادته بكلمه بابا. ووقتها حس كيم كأن قلبه اتحرك من مكانه. ولما العيد جه اخد كيم عفو واتقال اسمه من ضمن المساجين اللي هيطلعوا براءه. ولما الليل جه طلب من ليو المبلغ اللي طلبه منه، فقال له كيمجي بمنتهى الشجاعه انه مش معاه حاجه. فقرر ليو انه يبلغ الصحافه زي ما قال له قبل كده، واقتحم مكان التدريب مره واحده علشان يصوره لكنه ما لقاش اي حاجه خالص. وكانت دي نصيحه جيهو ليه. وبعد كده وصل لهم خبر رجوع يوهان تاني للسجن بسبب رجوعه للتعاطي مره تانية. فقعد كيمجي حزين متضايق علشان ورمى الجوانتي والكوره بتاعته، وبعت رساله لجيهو سالها هل هتفضل تحبه حتى لو بعد عن البيسبول خالص. فقالت له ان عمرها ما هتبعد عنه تاني، وراح علشان يضرب ليو. وبنعرف ان دي خطه ليو علشان يخليه يدفع له اللي هو عايزه، وهي انه يأذي اصحابه كلهم. فبلغ عن يوهان وكان السبب في القبض عليه، وخلى ناس تبعت رسائل تهديد للعساكر اللي هتشهد في قضية ديمون. وما كانش فاضل غير كيم اللي كان بيحضر نفسه للخروج، وقعد يفكر معهم في أي مشروع يفتحه لما يخرج. ففكر إنه يفتح مطعم، بس قالوا له إن أفكاره كلها قديمة، فمسكهم ضربهم كلهم. وتاني يوم كان في تفتيش، فحط ليو مخدرات في شنطة كيم علشان يتلغي الإفراج بتاعه. بس لحسن الحظ إن كيم جه يفتش كل مكان علشان يتأكد إن كل حاجة تمام، بس اتأكدوا بالشكل ده إن هو كمان ورا حركة تهديد الشهود. فاعتذر لهم كيم جه لأنه السبب في كل اللي بيحصل لهم، ووعدهم انه هيحل الموضوع قريب. وبعد شويه جالهم هوانجدو وهو مضروب ومجروح في كل حته، وبرضه ريو ورجالته هم اللي ضاربينه. وما كانش كيمجي عارف يتصرف ازاي، وفضل صاحي طول الليل. وراح قال ليو نحول له المبلغ بالكامل، وفعلا لقى ليو المبلغ في حسابه لما راح سأل عنه. وبعت رساله تهديد تانية لكيمجي والمره دي باخته، فقرر انه ينتقم منه بنفسه. وبعد ما بعت الرساله لجيهو وتاكد انها بتحبه، اخذ الدمبل اللي بيتمرن بيها وراح لليو وقال له انه قرر اعتزال البيسبول، وحتى انه بسببه قرر انه يكمل باقي حياته في السجن. ولسه هيضربه بالدمبل جاشيرو من ظهر ليو ضربه بعصايه على راسه ونزل ضرب فيه، وكان هيقتله لولا كيمجي بعده عنه بالعافيه. وقال له شيرو ان دي اقل حاجه ممكن يقدمها له. واول ما ليو فاق اتهم كيمجي ان هو عمل فيه كده، بس الكاميرات كانت مسجله كل حاجه، وان كيمجي ما لمسوش حتى. ده غير كمان ان كيمجي كان مسجل له كل حاجه وابتزازه ليه، وخلى جون يقدم له كشف حساب مزيف ب3 مليون علشان يتوهم ان كيمجي حول له المبلغ. وباينج وباقي الحراس كانوا فرحانين جدا بكيمجي وبذكائه، وكان كيم خلاص خارج من السجن فاستعد
استعد وحضر حاجته، ووقت الخروج وقف زمايله ودعوه وهو شكر كيمجي إن عامله كأخ وعمره ما هينسى ده أبدا، وطلب من ديمون إنه ما يتخلاش عن الأمل وسلم عليه هو وانجدو، وحضن الملازم باينج وقال له إنه أكتر إنسان محترم قبله، واتفقوا إنهم هيتقابلوا في مطعم قريب. وخرج كيم أخيرا وقعد الثلاث أصحاب مع بعض في الزنزانة لوحدهم، ووصل لمحامي ديمون قرار المحكمة بالقبول أو الرفض لإعادة المحاكمة، وكان أخوه موجود وهو اللي قراه، ووقتها ما قدرش يمسك دموعه لما بعته لديمون، وكان رد فعله زيه بالظبط، وده لأن تم قبول الالتماس. وكانت والدة العسكري المتوفي بتتقابل دايما مع أخو ديمون، ولما عرفت إن هيتم إعادة المحاكمة ودي مكلفة جدا ادت له كل الفلوس اللي كانت شايلها لابنها علشان يبدأ بيها حياته، وأصرت عليه إنه يقبلها. ومرت الأيام وجمعت خروج كيمجي، فقرر المأمور إنه يستغل كيمجي لآخر وقت، فبعت جاب وزير العدل وخلاه يتصور معاه ويتكلم كمان عن روعة السجن وحسن معاملة المأمور ليه. وقبل ما يخرج اعترف لجون إنه بيقابل أخته بقالها 5 شهور ومستنيين خروجه علشان يتخطبوا، وما كانش يعرف إن سو زارته واتأسفت له لأنها كانت السبب في سجنه وشكرته كمان، وعرفته إنها معجبة بجون قبل ما هو يقول له الخبر. وقت خروجه وقف ودع ديمون وهو انجدو وهتف السجن كله باسمه وهو خارج، وبمجرد ما طلع من باب السجن لقى صحافة كتيرة جدا ووالدته والمحامي وجيهه كمان كانوا في انتظاره. وبعدها بأيام قليلة راح على النادي وكان متوتر جدا وهو في الطريق، بس لما وصل وبمجرد ما بدأ تدريب نسي كل توتره، وفي أول ماتش ليه قدام الجمهور سمع كل الموجودين بيهتفوا له وتشجيعهم ليه خلاه ما يزعلش حتى بعد خسارته، والكل غنى له ورحب برجوعه البطل. وأول ما الماتش خلص راح لجيهو، وده معناه إنه اتعلم من أخطائه وقرر إنه يصلح حياته كلها. ودي كانت نهاية المسلسل والسلام.